جريمة قتل بطلها طفل عنده 15 سنة، وفي رأيي الشخصي دي ضمن أبشع الجرائم اللي أنا سمعت عنها، وكمان ما كانتش بعيدة عني، دي في منطقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم احمد عصام، حلقة جديدة النهاردة. للي مستني الجزء التاني من بحر متقلقش، الجزء التاني هينزل. احنا بس يعني انا لسه شغال عليه، ويعني بحاول اطلع نتيجة تليق بيكم، فان شاء الله جزء تاني قوي وقريب ان شاء الله ينزل. ولحد ما الجزء التاني ينزل احنا محتاجين نشوف موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. موضوع حلقة النهاردة يعني باختصار شديد هي مش قصة وإنما توثيق لحدث غريب ومرعب في نفس الوقت. عرفته بالصدفة، يعني حقيقي بالصدفة البحت، رغم انه يعني مش بعيد عني، قريب مني. للي ما يعرفش انا من شبرا. قبل بس يعني ما اتكلم عن الحادثة دي تنويه، يعني الحلقة دي ممكن تبقى للكبار فقط. يعني الحلقة هتتضمن يعني جريمة او اتنين او اكتر، يعني هنشوف. فللي بيخاف او للي اقل من السن ما تسمعش، اسمع حاجة تانية. هتلاقي في حاجات كده تحت للقناة عندنا ممكن تخش تسمع. الجريمة دي او الحادثة دي يعني ليها علاقة بشكل او باخر بالديب ويب او الدارك ويب او الانترنت المظلم، سميها زي ما تسميها يعني. طيب للي ما يعرفش ايه هو الدارك ويب او الانترنت المظلم، ده مكان بيكون فيه اي حاجة ممنوعة، اي حاجة ممنوعة بقى، يعني مخدرات، اسلحة، سرقة، قتل وغيرهم كتير. بس لما الموضوع بقى يوصل للقتل، هنا احنا محتاجين شوية نقف ونتكلم في تفاصيل القتل كمان اللي حصل. النهاردة هحكي لكم عن جريمة غريبة جدا، القاتل فيها عمره 15 سنة بس، او للتوضيح اكتر الموجه للقاتل عمره 15 سنة بس. طارق شاب في العشرينات من عمره، دايما في حاله، ملوش اختلاط بحد، حياته كانت روتينية جدا. طارق من 4 شهور بس نقل وجه شبرا الخيمة. جه هو وعيلته، وتحديدا في عزبة رستم. محدش يعرف هم جم منين ولا هم تبع مين. ملحوظة يعني للناس اللي ما تعرفش، شبرا الخيمة كلها اهالي، معظمنا يعني عارفين بعض، وبالبلدي كده كلنا اهل يعني، فعارفة بعضيها زي ما بيقولوا كده. في بداية الامر ما كانش باين على طارق خالص ان هو مجرم او ممكن يعمل حاجة، لانه كان باين للناس ان الحالة المادية بتاعته صعبة جدا، واهله ناس غلابة ويدوب بيمشوا اليوم بيومه. الناس فعلا بدأت تتعاطف مع طارق، ومش بس كده، ده كمان قال ان هو مريض بالسرطان وهو اللي بيصرف على نفسه وعيلته. وده يمكن اللي خلى الناس تتعاطف مع طارق اكتر واكتر، وساعدوه كمان انه يشتغل. طارق يشتغل في قهوة من القهاوي اللي موجودة في المنطقة. كل مدى كانت علاقته بالمنطقة وبالناس بتقوى اكتر، وتحديدا مع الاطفال اللي كانت بتحبه وتحب تقعد معاه، وكان دايما بيتكلم معاهم في الدين وينصحهم يعملوا ايه. الاطفال فعلا بدأت تتعلق بطارق، ومن ضمنهم الضحية بتاعتنا. ضحيتنا كان طفل عمره 15 سنة، اسمه احمد محمد سعيد. احمد كان شايف طارق هو مثله الاعلى، كان شايفه شخص مكافح، مريض وحالته المادية صعبة، ومع ذلك متجاهل لكل ده وبيحاول يخلي حياته احسن دايما. بعد فترة صغيرة قدر طارق يتقرب لأحمد، لدرجة ان احمد لما يكون عنده مشكلة او اي حاجة بيروح يحكي لطارق وياخد رأيه كمان. طارق ما كانش عنده مشكلة خالص، لا بالعكس، هو كان بيبقى حابب يسمعه. لكن الغريبة في تصرفات طارق نفسه، اللي كان ساعات يغيب بالايام ومحدش يعرف عنه اي حاجة. ولما صاحب القهوة سأله على سبب غيابه المستمر ده، كان رد طارق ان ده غصب عنه، وان في ايام لازم يغيب فيها علشان ياخد الكيماوي. وطبعا صاحب القهوة كان بيسكت عشان حالته المرضية مش اكتر. لكن الغريب اكتر انه كان بيشتغل اسبوع في القهوة ويغيب اسبوعين ويظهر تاني، ويغيب اسبوعين ويظهر تاني. واخر مرة عمل كده كان ظهوره المرة دي، المرة اللي كانت مفاجأة. طارق رجع وهو شارع عربية، وكمان غير تليفونه للأحدث، حتى لبسه بقى أغلى وأشيك جدا، كل حاجة فيه اتغيرت تماما. ولما صاحب القهوة وسكان المنطقة سألوه على سبب التغير المفاجئ ده، كان رده انه كان عنده اخ غني جدا، ولما مات هو ورث كل حاجة. كلام يعني
مش مقنع بنسبة كبيرة، لكن الناس سكتوا، اصلهم يعني اكيد مش هيحاسبوه. وفجأة كل حاجة اتغيرت. طارق اللي كان شغال في القهوة بقى زبون، وزبون كمان تقيل دايما يعزم الناس على المشاريب. طبعا اللي بيعمله طارق بيخلي علاقته قوية اكتر واكتر مع اهالي المنطقة، وتحديدا مع احمد. ده كمان وصلت ان طارق يدي مبلغ كل فترة لاحمد عشان يعمل بيه اللي هو عايزه، ودايما كان بيراقبه علشان خايف ان هو يمشي في طريق غلط، او ده اللي كان باين في الاول. بالنسبة لاهل احمد ما كانش فيه اي حاجة غريبة خالص، هما شايفين ان طارق بيحبه ويمكن بيعتبره زي اخوه الصغير. وبعد 4 شهور من ظهور طارق، وتحديدا يوم 15/4/2024، بينزل احمد كالعادة البلاي ستيشن، وبتيجي الساعة 8 بالليل واحمد لسه مرجعش البيت، وحتى مش ظاهر مع الاولاد اللي دايما بيلعب معاهم في الشارع. في الوقت ده اهل احمد بدأوا يحسوا انه في حاجة غلط، وان احمد عمره ما فضل في الشارع المدة دي كلها. اهل احمد والمنطقة كلها بدأوا يدوروا عليه في كل مكان، لكن من غير اي فايدة. احمد اختفى وكأنه اتبخر. وطبعا طارق كان واقف معاهم وبيدور على احمد، وكان باين عليه ان هو حزين جدا. اهل احمد واهالي المنطقة كلها بدأوا يفرغوا الكاميرات اللي كانت موجودة على باب كل محل في الشارع، يمكن يوصلوا لأي حاجة تدلهم على مكان احمد. وبيظهر احمد في الكاميرات دخوله للبلاي ستيشن وخروجه اكتر من مرة. في اخر مرة خرج احمد راح لطارق وقعد معاه في القهوة، وبعدها رجع تاني للبلاي ستيشن، وشوية خرج تاني راح لطارق، ومشيوا هما الاتنين وما ظهرش في اي كاميرا تاني. كل الاسئلة كانت على طارق، رحتوا فين سوا، عملتوا ايه، وهو فين. وطبعا طارق كان بينكر انه يعرف اي حاجة، وقال انه شاف احمد بالصدفة واتكلم معاه شوية، وبعدها سابه علشان كان عنده مشوار. ولما رجع عرف اللي حصل. ده كان كلام طارق. ساعتها ما كانش فيه حل غير انهم يبلغوا، وفعلا ده اللي حصل. اهل احمد عملوا بلاغ بالتغيب، وبعد مرور 24 ساعة البوليس بدأ يدور على احمد تدوير مكثف. البوليس شاف الكاميرات تاني وشافوا تحركات احمد، لكن هنا المفاجأة. طارق قبل ما يشوف احمد اخر مرة الكاميرا جابته وهو داخل الصيدلية. طبعا البوليس سألوا الدكتور اللي في الصيدلية وفرغوا الكاميرات، والمفاجأة هنا ان طارق اشترى مواد مخدرة وشاش وقطن. لكن قدر يطلع منها بحجة ان هو مريض سرطان وان الحاجات دي هو جايبها لنفسه. لكن بعد مرور اسبوع من اختفاء احمد، الناس بدأت تشم ريحة كريهة جدا خارجة من بيت طارق، وفورا بلغوا الشرطة. وقبل ما الشرطة تيجي كانوا دخلوا اهالي المنطقة لبيت طارق، ولما دخلوا الريحة كانت شديدة جدا، الريحة كانت لا تطاق. دخلوا على الأوضة اللي جاية منها الريحة عشان يشوفوا المنظر ده. جثة مرمية على السرير، مفتوحة من البطن وكل الأعضاء اللي فيها خارجها، وكمان كان فيها كيس اسود ملفوف. غير كده الجثة كانت متشوهة بشكل كامل، لدرجة ان محدش قدر يتعرف عليها هل هي لأحمد ولا لحد تاني. اهل المنطقة كانوا شايفين المنظر ده ومحدش قادر يتحرك ولا يتكلم، ومفيش كام دقيقة والبوليس دخل البيت واتأكد. بالاوصاف كده اتأكدوا ان الجثة دي هي جثة المتغيب احمد محمد سعيد. في نفس الوقت من اكتشاف الجثمان تم القبض على طارق. للوهلة الاولى هتحس انها قضية تجارة اعضاء، لكن الموضوع ما كانش كده خالص. بعد ما الفريق الجنائي انتهى من شغله تم تحويل الجثة للمشرحة، وهنا كانت المفاجأة. الطب الشرعي بيأكد ان دي جريمة بشعة، لكن ملهاش اي علاقة بتجارة الاعضاء تماما. كمان اثبت الطب الشرعي ان الجثة دي قبل ما تتقتل اتعرضت للتعذيب، كمان العيون اتشالوا من مكانهم، والاحشاء الداخلية كلها اتشالت زي القلب والمعدة وهكذا. ده غير كمان ان في ذبح واضح في الرقبة. كمان الطب الشرعي يأكد ان تم خروج الاعضاء الداخلية وهو على قيد الحياة. متخيلين الرعب اللي الطفل ده عاشه قبل ما يموت؟ متخيلين الحدث نفسه كان عامل ازاي؟ جريمة حقيقي صعبة، وبس بمجرد التخيل الموضوع يخلي الواحد يشمئز. بالنسبة لاعترافات طارق اللي قالها في النيابة، طارق اعترف ان كل ده كان بسبب تجارة الاعضاء، وكل ده في مقابل 5 مليون جنيه، وان اللي كان بيديله التعليمات هو شخص مقيم في الكويت. بيقول طارق ان الشخص ده طلب منه ان هو يجيب الضحية ويخرج الاعضاء بتاعتها ويتم تعذيبها، ولكن بشرط
كل ده يتصور فيديو. وفعلا طارق عمل كده وقدر يجيب احمد للبيت علشان ينفذ فيه جريمته. وبعد ما طارق خلص وخرج الاعضاء وكلم الشخص الكويتي ده، الشخص ده قال له ان الاعضاء دي مش هتنفعه وان هو محتاج شخص تاني ويعمل فيه زي ما عمل في احمد بالظبط، ومقابل ده الفلوس هتزيد. طارق خد الكلام بجدية وخرج من الشقة وقفل على جثمان احمد وبدأ يدور على ضحيته الجديدة، لكن الحمد لله انه اتقبض عليه قبل ما يعمل اي حاجة تانية في اي حد. تعال بقى نعرف مين الشخص اللي موجود في الكويت ده واللي كان بيدي اوامره لطارق. طارق اتعرف على الشخص الكويتي ده عن طريق الديب ويب او الانترنت المظلم. الشخص اللي موجود في الكويت ده بدأ يعرض على طارق ان هو يشرح ويخرج الاعضاء الداخلية بتاعة الحيوانات، مقابل ده هياخد فلوس، وده كان بيوضح الغياب الكتير لطارق في المنطقة. لكن بعد فترة الشخص اللي كان بيطلب منه الطلبات دي طلب منه انه يعمل نفس الحاجة لكن على البشر مقابل 5 مليون جنيه، بس شرط كل حاجة تتصور ويشوفها. وفعلا طارق نفذ كلامه ووصلنا لحد الجريمة دي، وقدر البوليس انه يتوصل للشخص الكويتي ده واللي اتعرف ان هو عايش في الكويت لكن هو من اصول مصرية وعمره كان 15 سنة. ايوه انت سمعت صح، عمره 15 سنة بس. وبيتم اتفاق حاليا مع الدولتين عشان الشخص ده يترحل هو وابوه لمصر. وبعد التحقيق معاه وقال ان هو شغال على الدارك ويب وان الموضوع ملوش علاقة بتجارة الاعضاء، وان حكاية تصوير الفيديوهات من النوعية دي اذا كانت تشريح الجثة او تعذيب منتشرة جدا على الدارك ويب وبتتباع بمبالغ عالية جدا جدا. وبسبب كده هو طلب من طارق انه يكمل الكلام ده لانه صعب ينفذه بنفسه، وده طبعا عشان صغر سنه. فكان بيستخدم طارق ويديله جزء من الفلوس اللي بترجع له عشان ينفذ الجريمة دي، وممكن كمان كان بيستخدم غيره. لسه التفاصيل اكتر هتبان عن الموضوع، ولو في اي جديد ظهر تاني عن الجريمة دي تحديدا هبلغكم بيه وهنعمل عنه حلقة تانية. طب نعتبر كلامنا خلص على الجريمة دي لحد ما يبقى فيها تطورات تاني. طب تيجي نروح لجريمة تانية. عندنا إيهاب، شاب في ثانوية عامة. إيهاب دايما كان معروف عنه إن هو شخصية محترمة وخلوقة جدا، وزي ما بيقولوا كده ما بيعملش الغلط. وفي يوم إيهاب بيخرج عشان يروح الدروس بتاعة ثانوية عامة بتاعته لكنه مش بيرجع. ساعتها بيخاف أهل إيهاب لأن من طبيعة إيهاب إنه مش بيتأخر، هو بيخلص الدرس ومن الدرس للبيت على طول. وبدأوا ينزلوا يدوروا عليه ويسألوا أصحابه ويروحوا المكان الدروس اللي كان بياخدها، لكن مفيش فايدة، مفيش أي أثر ليه. فجأة بيجي تليفون لأبو إيهاب، شخص بيكلمه بيقوله أنا خاطف ابنك ولو عايز تشوف ابنك تاني جمع 1,000,000 جنيه. الأب مش قدامه حاجة غير إن هو فعلا يجمع 1,000,000 جنيه دي، وبدأ يحاول يلمها ويجمعها. لكن بعد كام يوم من الاتصال بيلاقوا نص جثمان مرمي في الشارع. الأب أول ما شافه عرف إن هو ابنه إيهاب. أبو إيهاب دخل في صدمة، ما كانش متخيل إزاي ابنه يبقى بالمنظر ده، وآخر كلمة قالها إن هو مش هيدفن ابنه على مرتين وهيستنى ظهور باقي الجثمان. الأهالي بقت خايفة يحصل فيهم زي ما حصل في إيهاب، ناس حرفيا بقت عايشة في رعب. طبعا البوليس عرف الموضوع وبدأ يتحرك، وبعد التحقيق والبحث ومراقبة الكاميرات كانت المفاجأة الصادمة ان المجرم هو المدرس اللي كان إيهاب بياخد عنده الدرس. ولما اتقبض عليه سألوه هو انت ليه عملت كده، وكان رده انا عملت كده عشان كنت مزنوق في فلوس بعد ما لعبت قمار على النت وخسرت كل ما املك. بس الكلام اللي اتقال بعد كده ان كل ده كان كذب، وان المجرم عمل حكاية الفدية علشان يشيل الشبهات من عنده. وهو اتعامل مع الديب ويب برضه لانه عمل تقريبا نفس اللي اتعمل في احمد، كان بيصور كل حاجة ورفعها على الديب ويب عشان ياخد منها فلوس. طب نروح لجريمة تانية او تالتة. في اسكندرية في سنة 2022 بيجي بلاغ للشرطة عن موت أسرة بالكامل، الأب والأم والبنت. الشرطة والفريق الجنائي بيروحوا المكان البلاغ عشان يلاقوا الزوج والزوجة مقتولين على سريرهم، والبنت نفس الكلام. الوحيد اللي كان عايش مصطفى اللي كان عمره 14 سنة.
لكن الفريق الجنائي والطب الشرعي أكد إن هم اتقتلوا وهم نايمين. الشرطة بدأوا يدوروا على المداخل والمخارج بتاعة البيت، لكن كانت كلها سليمة ومفيش أي تكسير، مفيش أي سرقة ومفيش أي حاجة توضح إن في شخص اقتحم البيت. رجال الشرطة بدأت تحقق مع الجيران إذا كان في أعداء أو أي حد شاكين إنه عمل كده، لكن الجيران أجمعوا كلهم إنهم كانوا في حالهم، كانت سمعتهم طيبة في المكان. الشرطة ملقتش قدامها غير مصطفى وبدأت التحقيق معاه. كلام مصطفى في التحقيقات إن هو كان سهران مع أصحابه لوقت متأخر، ولما وصل البيت وفضل يخبط ومحدش فتح استأذن الجيران ودخل عن طريق الشباك، ولما شافهم بالمنظر ده بلغ على طول. بس ومع البحث اكتشفوا إن مصطفى بيكذب، لأن لقوا سكينة في المطبخ وكانت مليانة دم مرمية في السلة بتاعة الزبالة، والمفاجأة إن السكينة كانت عليها بصمات مصطفى. وفي النهاية مصطفى اعترف بالحقيقة وإن هو اللي عمل كده. مصطفى هو من صغره بيحب العنف، بيستريح لما بيشوف الدم قدامه. مصطفى من فترة صغيرة كان بيجيب القطط ويعذبها ويفصل راسها عن جسمها، وطبعا انتوا عارفين الباقي. كان بيرفع كل ده على الدارك ويب، وفي التحقيقات الضابط بيسأل مصطفى انت ليه عملت كده، والكلام اللي اتقال على لسان مصطفى ان في منظمة مجهولة بتهدده، وان هو لازم يسمع كلامهم وينفذ كل حاجة بيقولوها، وانه لو نفذ كل الكلام ده نتيجته ان هو هيبقى غني وهيسفروه بره مصر. لحد دلوقتي معانا 3 جرايم الرابط الاساسي ما بينهم الدارك ويب. طب تعالوا نبعد شوية عن مصر. من شهر تقريبا تم القبض على شخص من مشاهير السوشيال ميديا اللي اسمه جورج، اتقبض عليه هو وعصابته. طب العصابة دي كانت بتعمل ايه؟ العصابة دي كانت بتخطف اطفال علشان يتم ذبحهم وتعذيبهم، وكل ده في لايف مفتوح. تعرف ان الفيديو الواحد كان بيعدي $100,000 مكسب وممكن يزيد كمان. وصلت عدد ضحايا العصابة دي ل30 طفل. لكن السؤال هنا، وهنا انا اللي بسأل السؤال ده، ايه الاستفادة من اني ادفع فلوس عشان اشوف شخص بيتعذب او شخص بيتقتل قدامي؟ بجد يعني انا استفدت ايه لو عملت كده؟ وسؤال تاني، اشمعنى الاطفال يعني؟ على فكرة الموضوع مش متوقف على الجرائم اللي احنا اتكلمنا عنها بس، ده في جرائم تانية كتير جدا وهتلاقي اكترها في الدول العربية. في حاجات منها اكتشفوها وفي حاجات لم تكتشف حتى الان، ومازال جرائم الديب ويب مستمرة. خلي بالكم من نفسكم وبلاش الفضول ياخدكم ان انتوا تخشوا في حاجة انتم مش قدها. الحاجات دي اخرها بيبقى قتل، وخليك عارف ان انت بتستخدم كمجرد اداة، وقتها هينتهي، وزي ما بدأت الدايرة من عندك بكرة غيرك هيبدأها من عنده ويبدأها بيك. فما تفكرش ان انت هتطلع كسبان من الرحلة دي. ايا كان اللي ممكن تكسبه من الرحلة دي لو خضتها، فصدقني هو اقل بكتير جدا من اللي انت هتخسره. احنا النهاردة اتكلمنا على كام جريمة كده تخص الموضوع ده. لو حابين اننا نتكلم في حلقة تانية عن جرائم زي كده او جرائم لها علاقة بالدارك ويب، ويمكن يعني احنا تطرقنا في قصة كده كانت من كتابتي، كان اسمها دكتور الملجأ، كان فيها تجسيد لجزء برضو من حاجات الدارك ويب البشعة، الحاجات اللي بتظهر لنا او التقارير اللي كانت بتتكلم عنها. ممكن برضو تروحوا تبص عليها، قصة فيها حاجات وتفاصيل كتير مستوحاة طبعا من الدارك ويب. وبس كده نقدر نقول ان حلقة النهاردة خلصت، وقريب ان شاء الله ينزل الجزء الثاني من قصة بحر. حابب اشكر اسماعيل هشام على كتابته واعداده للحلقة، وكمان حابب اشكر ايمان اوركيد لتصميمها لغلاف الحلقة. كمان حابب اشكركم لوصولكم لحد هنا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كمان هتلاقوا الجروب بتاعنا تحت في الديسكريبشن، ما تنسوش تشتركوا فيه لاننا هناك بنتشاور في حاجات كتير وبناخد اراء بعضينا، احنا يعني صحاب كلنا في الاول والاخر. فكمان ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة لو عجبتكم، وتسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين حلقات تاني من النوع ده ولا لأ، النوع ده بيستهواكم ولا مش عاجبكم، يعني عرفونا كده رأيكم واصل لفين. كمان اللي عنده قصة حصلت له او قصة من تأليفه حابب اننا نذاعها يقدر يبعت لي على الاكونت الشخصي، برضه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كنت انا معاكم احمد عصام، ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جاية. شكرا لحسن المتابعة، تصبحوا على خير.